بقى انا اقول لكم هذيع الموضوع مع الفاظه القذره عشان تعرف اهل الصعيد ان ده مش شرف لاهل الصعيد. فور ينطح يتكلم عن بلده بمثل هذا الوضع وشتيمه وقذاره بجهل مدقع، حاجه عجيبه جدا. اتفضلوا يا اخوان اسمعوا الراجل ده. أيها السادة الأفاضل، ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شرشوب همام من جمهورية مصر العربية، محافظة أسيوط، مركز ومدينة ساحل سليم. الله اعلم بقى اصحاب المركز ده لو الراجل ده بيتكلم هم يعرفوا كان كذاب ولا بيألف. شوف الراجل ده بيقول ايه، الخايب اللي يعني ساعة ما تسمع كلامه تقول ايه، مين يا ابني اللي مكلفك بالكلام ده؟ زي بتاع التوك توك كده اللي اختفى، وده تلاقيه راح مستخبي في الدورة دلوقتي. النهاردة هنتكلم عن الرجل الذي احتل مكان غير مكانه، وهو السيد السيسي. يا سيد عبد الفتاح السيسي، اقسم لك بالله العظيم من اول يوم شفتك فيه وانا قلت عليك فجري. والله بتلوخ الجاموسه من عنك، ما تنفعش معاك غير كده. شارب حشيش على جمعه بتاع الشيخ فرغل. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هو لسانه زلف وشتيمه وقله ادب. بعض الاشياء لا يليق لك. انا بس حبيت اقول لكم كده يعني. الراجل بيقول لك انا من اول انت تطلع مين علشان تميز بين واحد خاين وعميل زي مرسي وواحد انقذك وكان سبب في انقاذك من بلوى حلت بالامه الاسلاميه اسمها الخراب العربي. انت ايامها ما كنتش بتخزن البنزين عندك والجاز بتاع المكن، واحد مأجور تبعه واتبرع من اجل مصر. بص بقول احنا بنشحت. بص على السجاير اللي في ايده. لو انت شحات تروح تشتري علبه السجاير ب 10 جنيه، هي بكام العلبه يا عم الشيخ محمد ولا محدش يعرف؟ والله ما نعرف هي كام العلبه دلوقتي. علبه السجاير بكام يا جماعه؟ والله ما اعرف. بكام؟ ب 14. لا يكون بيدخن. لا انا واثق منه ما بيدخنش. راح تشتري ب 14 جنيه كل يوم علبه ولا اتنين وتقول لي بشحت؟ طب بالله عليك ده يشرف الصعيد؟ يا صعايدة مصر، يا اصحاب هذا المركز اللي ذكروا، ده يشرفكم؟ ده يشرف بلده؟ ده بيتكلم بصدق ولا كذاب ومأجور من قبل جماعة موتورة كاذبة تريد ان تحرق البلد بمن فيها؟ وربنا سبحانه ان شاء الله يجعل تدبيرهم تدميرهم وكيدهم في نحورهم. اسمع. تحيا جل مصر ومش عارف ايه يا عم، في ايه؟ في ايه يا عم؟ انت مش دورك، امشي. ده انا شفت حاجات بتحصل غريبة في التلفزيون من المعفنة دي. طبعا هو طبعا سفالة وقلة ادب، عبارة عن بس نوع من الهطل الاخواني